إقليم تارودانت إقليم اللي كتعتبر أكبر إقليم على المستوى الوطني من ناحية التقسيم الجماعي. 89 جماعة، 16,000 كيلومتر مربع. اليوم وماشي غير اليوم، أصبحت من الضرورة أن هذا الإقليم يشهد واحد التقسيم. علاش؟ أولا، إداريا يستحيل أن نستمروا في 2015، وهذا ماشي كلام ديال اليوم فقط، أننا نتواجدوا بين المركز ديال الإقليم وبعض الجماعات ل 400 كيلومتر. لا بروكسيميتي أو لا تقريب الإدارة من المواطنين، هذا الأمر لم يعد مقبولا في 2015. الأولى. اقتصاديا، هذا الإقليم، هذا الكلام كنا كنقولوه ابتداء هذه من 2009، ومن طبيعة الحال كانوا مشاورات رسمية وكذلك مذاكرة رسمية مع جهات وزارة الداخلية، اللي في الأول لم تكن الفكرة، كانت ما قبلهاش كاع، ولكن في إطار واحد الحوار، في إطار معطيات اللي كنا كنقولوا بأنه خاص الإقليم يكون عنده واحد التوازن اقتصادي ما بين شماله يعني ولاد برحيل أو لوز تاليوين، وما بين جنوبه اللي هي ولاد تيما تارودان تيتي عزة سبت القردان. إلا لاحظتوا معايا بأنه كانت واحد الطفرة اقتصادية بالخصوص تتمثل في الفلاحة، والحركة التي تمشي معها وتوازيها في المنطقة ديال ولاد برحيل، المنطقة ديال ايتي عزة اللي كل شيء يشهدوا بأنه في هذه الفترة ديال هاد 15 سنة يعني شهدت واحد الطفرة كبيرة. أولاد تيما اللي كانت هذه 15 سنة فيها 30,000 ديال الساكنة، اليوم اللي كتقرب من 100,000 ديال الساكنة. النسبة ديال النمو فيها راه كتجي هي الثانية تقريبا ما بعد القليعة. وهذا التواجد وهذه النسبة ديال الديموغرافية الكبيرة راه ماشي وليدة الصدفة. هناك حركة اقتصادية اللي من طبيعة الحال كتوفر واحد المعيشة للناس اللي كيجوا من أنحاء المغرب باش يعيشوا. من طبيعة الحال أي نمو ديموغرافي كيولد مشاكل ديال السكن، مشاكل ديال الأمن، مشاكل ديال ديال السير والجولان، مشاكل ديال توفير الخدمات العمومية. ولاد تيما شهدات واحد نمو ديموغرافي كبير اللي ما واكبوش وما واكبتوش هاد الخدمات الإدارية اللي مفروض باش الحكومة أو الدولة توفرها. اليوم يا إما نداركو هذاك الأمر الآن، يا إما غادي يفوتنا الفوت وغادي نعودوا نادمين جميع. لذلك حنا كنتكلموا على ولاد تيما كعمالة، لأنه لا يعقل باش الإقليم يبقى فيه 89 جماعة. إلا بغينا نشوفوا، وهذا ماشي هو البيت القصيد، لأنه ماشي الغرض ديالنا هو إحراج أي أحد كيفما كان نوعه. كاين أقاليم اللي فيهم 7 الجماعات و10 الجماعات وفيهم أقل من هذا الرقم ديال عدد السكان اللي كاين في إقليم تارودان اللي يقرب المليون. هناك عمالة ديال 200,000 وديال 150,000 وديال 200,000 وديال 300,000 وديال 10 الجماعات وديال 15. ماشي هذا هو المهم. المهم هو عندنا واحد المنطقة اقتصادية مهمة تنتج وتصدر أكثر من 50 ولا 60% ديال الحوامض ديال المغرب، تنتج أكثر من 50 ولا 60% ديال البواكر ديال المغرب وتصنعها، وتوفر حركة اقتصادية موازية. يا إما نشدوها ونقولوا راه خاصها إداريا عمالة توجد بها جميع المرافق ديال الدولة ونواكبوها باش تشهد واحد الطورة اقتصادية
بالتوازي، يا إما نتخلوا على هذا الأمر هذا وغدا غادي نمشيو نحو المجهول، ما بقاش عندنا حل. لذلك نحن كقوة سياسية اقترحنا هذه الفكرة قبل وناقشناها مع من يهمه الأمر، واليوم حنا كندافعوا عليها، ماشي غير الحملة الانتخابية، لا، مؤمنين بها وغادي ندافعوا عليها إلى أن ترى إن شاء الله النور هذه العمالة مع ولا التيمة ولا مع جماعة أخرى ولا بلدية أخرى. ولكن إقليم تارودان لم يعد من الممكن أن يسير بهذه الطريقة. راه شفنا في الفيضانات الأخيرة بأنه تارودانت الوسائل ديال الجماعات، الوسائل ديال المجلس الإقليمي، ولينا كنعيطوا على أقاليم أخرى باش تجيب لنا التراكسات، باش تجيب لنا لي نيفلوز. لا يمكن إقليم قد هذا فيه 16000 كيلومتر مربع، راه كبر من بلجيكا وكبر من لبنان، لا يمكن في 2015 باقي باش نقبلوا بهذا الشيء. لذلك حنا ماشي كنطلبوا المستحيل، هذا امر اللي فيه اطار تشاوري وحنا غادي نشتغلوا عليه وطالبناه. واليوم كنفسروا للناس اشنا هي الاهميه ديال هذا الاقليم، واشنا هي الضروره ديالو، واشنا هي الحتميه ديالو.